مشاهدونا فاضل طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. المواشي والمراعي بفورتو ساوا توجد في اوضاع جيده. الاعمال الجاريه لتنميه المياه الجوفيه والسطحيه تحقق نتائج جيده في مديريه نخفة. جهود لتحويل فرو إلى منطقة خضراء. الحكومة الأثيوبية تندد بهجوم عصابة الويان على موقع الجيش الأثيوبي. الهند وأمريكا واليابان وأستراليا تبدأ مناورات بحرية واسعة. واتفاق على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أوضح مسؤول الثروة الحيوانية في مديرية فورتو ساوا بأن المواشي بالمديرية في وضع جيد بفضل نمو المراعي وامتلاء الحفائر بالمياه، وأشار إلى أنه رغم تأخر طول الأمطار إلا أنها بدأت في الهطول بكميات مقدرة منذ شهر يوليو، ونمت الحشائش بشكل جيد في مساحة تقدر بأكثر من 347 ألف هكتار. وذكر عن وجود حوالي 460 ألف رأس من المواشي في مديرية فورتو ساوا، داعيا السكان عامة والمزارعين والرعاة خاصة للحفاظ على المراعي من النيران وكذا الاستخدام السيء حتى تحصل المواشي على الكلاء عن قرب على مدار العام والعمل على تطعيمها. أوضح سكان مديرية نخفة بأن أعمال تنمية المياه الجوفية والسطحية التي نظموها بالتعاون مع إدارة المديرية أسهمت في حل مشكلة مياه الشرب واستقرار البيئة. وأوضح ممثلو سكان مدينة نخفة بعد زيارتهم للخزانات الصغيرة الأربعة المشيدة في مناطق أقرع وبيان ووادي وقريته بأن هذا العمل خلق الاستقرار في حياة المواطنين. وأشاد مدير مديرية نخفة السيد يعقوب إدريس بمبادرات السكان في حل مشكلاتهم، مؤشدا بدور الإدارات والمهنيين الزراعيين لإنجاح العمل. وأشار إلى وضع برنامج فاعل لترشيد استهلاك المياه المخزنة. تشهد مديرية فرو أنشطة واسعة لحماية الغابات وغرس شتول الأشجار في المناطق ذات المناخ المعتدل. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد صالح إبراهيم بنمو حوالي 90% من مجموع أكثر من 33 ألف شتلة غرست بالنفير الشعبي وتعاون القيادة الوسطى في جبل ديعود. ويجري العمل هذه الأيام إلى جانب تشجير حماية التربة من الانجراف وحفظ المياه، مشيدا بالاهتمام الذي يبديه السكان. من جانبه أوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد إبراهيم جابر بأن الجفاف المتكرر وسوء الاستخدام ضر كثيرا بالثروة الغابية، وقد نفذت في السنوات الأربعة الماضية أنشطة مقدرة للحفاظ على الغابات المتبقية وإعادة التشجير فضلا عن تسيير أعمال الحراسة. دعا مسؤول مراقبة الثروة الغابية والحيوانات البرية في مديرية لوقعنسب السيد زراي والدو لوضع حد لظاهرة اقتلاع الأشجار الموجودة بين مديريتي لوقعنسب ومنصورة لاستخدامها كفحم للوقود. وقال أن أعمال حراسة الغابات الموجودة في المنحدرات الغربية لمديرية لوقعنسب والجهة الشرقية لمديرية منصورة أصبحت فوق قدرات القائمين على أعمال الحراسة لكبر مساحة المنطقة، ويجب الاهتمام بحل المشكلة. وأشار إلى ضبط شاحنات ليلة 28 من أكتوبر بين قريتي دك شحاي وملزاناي على طريق أسمر عد بدل بتعاون إدارة المديرية والجيش الشعبي وأعضاء وزارة الزراعة. وحث سكان مديريتي لوقعنسب ومنصورة القيام بالمراقبة والحراسة اللازمة للحفاظ على الغابات. وأوضح سكرتير مراقبة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد تسفى ألم كنفي بأن الوضع أصبح مقلقا ويتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة وتضافر جهود الجميع. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. نددت الحكومة الأثيوبية بالهجوم الذي قامت به عصابة الوياني على مواقع وحدات الجيش الأثيوبي في إقليم تيغراي ليلة 3 نوفمبر، وأمرت الجيش الأثيوبي باتخاذ الخطوات اللازمة للانتشار في الإقليم للحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وأوضحت الحكومة الأثيوبية في بيان أصدرته بقيام القوات الخاصة وميليشيات إقليم تيغراي بهجوم فجائي على معسكر القيادة الشمالية في مقلة، وكذلك القوات الأثيوبية المرابطة في معسكر دانشا ونهبت الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى. وذكر البيان بأن انتشار الجيش الأثيوبي في إقليم تيغراي يهدف إلى حماية أثيوبيا عامة وإقليم تيغراي خاصة من الدمار والمزيد من النزاعات. في غضون ذلك أوضح مجلس الوزراء الأثيوبي في تصريح أصدره اليوم 4 نوفمبر بأن الحكومة لديها مسؤولية ضمان سلام وسيادة البلاد وأمن المواطنين، وأعلنت حالة الطوارئ في إقليم تيغراي لمدة 6 أشهر. الجدير بالذكر أن الحكومة الأثيوبية اتهمت الويان بالضلوع في المجزرة الجماعية التي أودت بحياة 34 فردا من أبناء الأمهرة في غرب ولقا يوم 2 نوفمبر. وأشار مجلس ممثلي الشعب الأثيوبي في اجتماعه يوم 3 نوفمبر إلى أن الهجوم خططت له ومولته جهات داخلية تعادي سلام وازدهار أثيوبيا وخاصة مجموعة الوياني، داعيا الحكومة لتوجيه تهمة الإرهاب ضد منفذي الهجوم واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاههم. قالت مصادر حكومية هندية أن الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا بدأت أكبر مناورات بحرية مشتركة منذ أكثر من 10 سنوات، والتي ينظر إليها باعتبارها جزءا من جهود معادلة النفوذ العسكري والاقتصادي الواسع للصين في المنطقة. ووسعت الهند مناورات مالابار التي تجريها سنويا مع الولايات المتحدة واليابان لتشمل استراليا هذه السنة لتضم بذلك جميع دول كواد، وهو تكتل غير رسمي في المحيطين الهندي والهادئ. وقالت وزارة الدفاع الهندية أن 5 قطاع تابعة للبحرية الهندية من بينها قواصة شاركت في المناورات إلى جانب مدمرة الصواريخ البحرية الأمريكية جون إس. وأضافت أن العسكريين من الدول الأربع لن يتواصلوا بشكل مباشر أثناء المرحلة الأولى من المناورات التي تستمر حتى 6 نوفمبر بسبب قيود كوفيد-19. وتأتي هذه المناورات في وقت تخوض فيه الهند مواجهة عسكرية بشأن الحدود البرية المتنازع عليها مع الصين. توصل وفد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما كشفت عنه مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفان ويليامز. وحول طبيعة هذه البنود أوضحت ويليامز أنها 12 بندا لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة القوات الأجنبية إلى بلادها ومقادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس. وبموجب الاتفاق الذي وقع في جنيف نهاية الشهر الماضي، حددت فترة زمنية مدتها 90 يوما لمقادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي الليبية. كما اتفق الطرفان على إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة بهدف نزع الألقام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي قدامس وسبها، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم للتنفيذ الكامل لبنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بحسب إفادات المبعوثة الأممية. رفعت أجهزة الأمن البريطانية استعدادها إلى درجة الخطير، وهو مستوى التحذير في مواجهة تهديد إرهابي قادت اعتداء فيينا وهجمات عدة شهدتها فرنسا. وقالت الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5 التي أعلنت التدبير على موقعها الإلكتروني أن التحذير منذ 4 نوفمبر 2019 كان عند مستوى فعلي، وحين يتم رفعه إلى خطير وهو المستوى الرابع ضمن 5 مستويات، فهذا يعني أن وقوع هجوم إرهابي بات مرجحا جدا. والقرار البريطاني اتخذه مركز تحليل الإرهاب المشترك الذي يجري مراجعة رسمية لمستوى التهديد كل 6 أشهر بمعزل عن وزراء الحكومة. وجاء القراران على خلفية النزاع في سوريا والعراق، حيث تعرضت مانشستر ولندن كذلك لهجمات دامية نفذها متطرفون إسلاميون في ذلك العام. في الخبر الأخير، ضربت العاصفة إيتا المصنفة إعصارا من الفئة الرابعة الساحل الشمالي لنيكاراغوا مقتلعة الأشجار وسقوف المنازل الخشبية، وكذا هندوراس المجاورة حيث توفيت طفلة بانهيار منزل. ويضرب الإعصار الذي اشتدت قوته منطقة أمريكا الوسطى ومصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وتحولت إيتا سريعا من عاصفة من الفئة الأولى إلى إعصار قوي بعد عبور مياه الكاريب الدافئة. وقد اجتاح مناطق ساحلية فقيرة ضربتها رياح عاتية على مدى 10 ساعات. واستجابة لطلب الحكومة، أرسل برنامج الأغذية العالمي 80 طنا من المواد الغذائية لتوزيعها في المنطقة.
ويقول العلماء أنه مع ارتفاع حرارة سطح مياه المحيطات بسبب التغير المناخي تشتد الأعاصير وتصبح محملة أكثر بالمياه، مما يشكل تهديدا متزايدا لسكان المناطق الساحلية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.